فضيلي نفسك كده وركزي معايا. النهارده عاملالك الفينو اللي بدون زبده ولا بيض ولا حتى حليب، يا دوبك شويه ميه وحبه دقيق وهتعملي فينو. مش هقول الافران لان بصراحه فينو الافران ما بيعجبنيش غير ان سعره بقى عالي شويه. تعالوا مع بعض نشوف عاملين كميه الفينو دي النهارده والمكونات بتاعتنا شكلها عامل ازاي، ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجه معايا هنا انا ضفت معلقه كبيره من الدقيق، ضفت عليها معلقه سكر صغيره، وضفت عليهم معلقتين من الخميره الفوريه، ممكن نقول باكو من الخميره الفوريه، ودوبتهم كويس جدا مع اضافه الميه الدافيه مش السخنه يا جماعه. عقبال بقى ما اختبر الخميره بتاعتي بكون محضره هنا بوله فيها نص كيلو دقيق، ولما بقولك نص كيلو دقيق يعني انا بقصد كوبايتين ونص من الدقيق. ضفت عليهم معلقه ممسوحه من البيكنج باودر ورشه من الملح، وهبتدي اقلب كل المكونات دي كلها مع بعض. هضيف عليهم كمان معلقتين بس من الزيت، والزيت هنا اختياري وممكن تستغنوا عنه. هقلب كل دوت مع بعضه، وتعالوا نشوف الخميره بتاعتنا بقت اللهم بارك. لو الخميره ما عملتش معاكي الشكل ده وانت بتختبريها ما تفكريش ابدا ان انت تضيفيها على الدقيق. جنبك كده يا ست الكل دورق فيه ميه دافيه، وهتبتدي تنزلي بالميه الدافيه دي بالتدريج وتعجني، تنزلي وتعجني لحد لما تلمي العجينه دي كلها وتبقى معاكي بالشكل ده. عجينه الفينو او العيش الفينو بتبقى بتلزق شويه بس في نفس الوقت بتفصل من ايديكي. هي كده بقت جاهزه. هتسيبيها بقى في البوله بتاعتك بعد ما تديها كده رشه بسيطه من الزيت لحد لما تخمر معاكي. ما تسيبهاش تخمر كتير، يعني بالكتير قوي نص ساعه ساعه الا ربع كده، وهتلاقيها اللهم بارك. شايفاها بقى عامله معايا كده ازاي؟ لينه وبتروح وبتيجي معايا. تروحي بقى عامله ايه؟ عاملاها كده ايه؟ رغيف فينو طويل او رغيف فينو كبير، وتبتدي ان انت تقسميه. لو انت عايزه تعملي رغيف فينو بطريقه عشوائيه، يعني مثلا ما يهمكيش قوي الشكل ان هو يطلع كله مقاس واحد زي ما انت شفتي معايا في اول الفيديو، فممكن تتنازلي عن الخطوه اللي انا بعملها دي. انا هنا بوزنه، يعني ايه؟ بحاول اخلي كل الكور اللي انا بعملها تبقى كلها ميزان واحد على قد ما اقدر. اما بقى لو انت مش هيهمك الشكل قوي فابتدي اعملي قسمي واعملي وافردي زي ما انا بعمل كده. هتجيبي كوره كوره وتبتدي تروحي ان انت تفرديها، بس برضو ما ترققهاش قوي، وتروحي تروليها زي ما انا بعمل كده. ركزي معايا بقى في الحته دي. بعد ما بتروليها بتقلبيها وتروحي مقفله عليها كويس جدا، ومن الطرف ده والطرف ده تروحي مجمعهم على بعض عشان يديكي الشكل الرغيف الفينو اللي انت دايما بتشتريه. بصوا بقى، انا جات لي هنا فكره حلوه قوي. ممكن وانت بتفرديها كده تعملي حشوات، ممكن تحشي جبنه، مربى، شوكولاته، اللي تحبيه. بتبتدي طبعا تجيبي صينيه تعملي لها الاول طبقه من ورق الزبده وتفردي الفينو فيها وتسيبيه يخمر تاني، مش هياخد وقت كبير. بقى المرحله التانيه دي ما بياخدش وقت كبير. وعندك بقى شويه حليب حلوين كده ومن فوق الوش عشان تاخدي اللون الذهبي الحلو. في الوقت دوت الفرن بتاعنا بيبقى شغال على درجة حرارة 200 من قبل ما يدخل الفرن، يعني الفرن لازم يبقى ساخن. يدخل الفرن ياخد لون من فوق كده، واللون الذهبي الحلو ده اول لما يطلع من الفرن تديله رشة من المية وتغطي عليه يهدى معاكي خالص. والله هنا بقى لازم تقولي لي الله عليك يا نشوتي. في الوقت دوت انا كنت مبسوطة جدا جدا، وعندي كده فخر كده مش عارفة من ايه، بس حاسة ان انا عملت حاجة وعملت انجاز مع انهم شوية مية ودقيق. بس عايزاكم كلكم جربوا فكره الفينو. على فكره يا جماعه انتوا كمان ممكن تعملوا منه كميات كبيره، ومثلا في اكياس سندوتشات تروحي بقى ايه عيناه في الفريزر عندك وتطلعي تسخني على طول وتعملي منه السندوتشات، بيبقى حلو قوي. دي الجبنه اللي احنا عملناها مع بعض وكمان الحلاوه اللي احنا عملناها مع بعض. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفه ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف شجعيها بلايك كتير وشير كتير. هستنى كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.